ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده عايزين نتعلم ازاي ممكن نعمل كاستوم تابس. انا عارف ان دايما Elementor و Page Builders كتير بتوفر تابس جاهزة كإليمنت ان انت بتدراج وتدروب وتبتدي تعدل فيها او تحط فيها الكونتنت بتاعك. لكن النهاردة احنا عايزين نعمل التابس دي from scratch، يعني انا هتحكم في كل حاجة بتحصل في التابس دي، زي الالوان بتاعتها. لما ادوس عليه الالوان تتغير في ارو مثلا، بدل ما هو مشاور لتحت يشاور لفوق. يظهر كونتنت معين، كل تاب يظهر كونتنت معين وانا اتحكم في الكونتنت ده. فالفيديو ده هيكون اكتر معتمد على كذا حاجة مع بعض، هنبتدي ندخلهم في المثال بتاعنا بحيث ان احنا نطلع بمثال متكامل، وهنتعلم كل النقط اللي قدامنا دي. خلينا نجو ثرو النقط دي واحدة واحدة. اول حاجة create tabs from scratch، دي اتفقنا عليها خلاص. تاني حاجة هنتعلم ازاي نستخدم الانتراكشنز في بريكس. والانتراكشنز هي ان انا لما ادوس على element مثلا زي التاب او زي بutton، اي حاجة موجودة في بريكس، يعمل اكشن او نغير لونه، يفتح تاب جديد، يعمل اي حاجة. دي الانتراكشنز. الحاجة التانية ان احنا نستخدم الاتريبيوتس عشان نغير الستايلنج اون كليك، وده اللي احنا هنستخدمه. خليني اوريكم كده. دي مثلا التابس بتاعتنا، ده النورمال ستيت بتاعها. المفروض ان انا اول ما ادوس على تاب يظهر اللون بتاعه مختلف، اللون يختلف، الباك جراوند بتاع الايكون يختلف. اللون ده مختلف مثلا عن اللون ده، السهم بدل ما هو مشاور لتحت بقى مشاور لفوق، الشرطة دي ظهرت. الكونتنت ده المفروض ده 01 هيبقى 02 هيبقى 03 بناء على التاب اللي انا هدوس عليه. وبعد كده الحاجة التانية اللي هنتعلمها بعدها ان احنا نستخدم الاوفرفلو، لان دي حاجة مهمة جدا. انا مثلا عندي 3 تابات، فمش هينفع على التليفون او على الموبايل تكون زي الديسكتوب اللي هما 3 جنب بعض، هتبقى كتير. طيب لو حطينا التابات تحت بعض، بعد ال3 تابات هلاقي الكونتنت بتاعي، فهلاقي اليوزر ان هو بيطلع فوق يدوس على التاب، بعد كده ينزل تحت يشوف الكونتنت. فدي مش مريحة لليوزر ك كيو اكس يعني. فاللي احنا هنعمله ان بدل ما التابات بالعرض كده على الموبايل، هتبقى خارجة بره الشاشة، يعني هيبقى ظاهر حتة صغيرة من التاب اللي بعده، بحيث ان اليوزر يبقى عارف ان في تابس تانية جنبها، فيبتدي يسكرول بايده يمين عشان يطلع بقية التابس ويدوس عليها. وانس ان هو داس على التاب، يبتدي يظهر له الكونتنت تحت. فيبقى انا عندي الجزء اللي فوق هو اللي بيتحرك، هو اللي بيتعمل له سكرول، والجزء اللي تحت ثابت مش بيتحرك خالص. بيظهر فيه كل ما ادوس على تاب، مثلا التاب اللي جنبه ده يظهر 02 03 وهكذا، تغيير الصور بتغيير الكونتنت كله. فاقدر ده اتحكم فيه عن طريق الانتراكشنز وعن طريق الاتريبيوتس. اخر حاجه بقى عايز اوريكم فريم ورك اللي هنشتغل بيه، وهو الاوتوماتيك سي اس اس. طبعا مش لازم انتوا تشتغلوا بيه، هو انا بس ده بيسرع الشغل بتاعي. فعشان افوكس على النقط اللي احنا هنتكلم عليها، انا هستخدم الفريم ورك ده اسمه اوتوماتيك سي اس اس، عشان بس يسرع الديفلوبمنت اللي انا هعمله. آه هو مش مانداتوري، هو بس بيسرع شغلك، بيخلي كل حاجة consistent، بيخلي كل الألوان الفونتس السايزز كل حاجة في مكان واحد، وتقدر تستخدمها بعد كده في البروجكت كله يعني. بالنسبة للاتريبيوتس، هنعتبر ان الاتريبيوتس دي هي مقدمة للداتا اتريبيوتس اللي هنستخدمها في فيديو بعد كده، ان احنا نعمل حاجة زي كاستم بوست تايب مثلا للتيم اللي شغال في الشركة او على الويب سايت. يعني بحسب كل شخص في التيم، على حسب التايتل بتاعه يتغير الستايلنج بتاع الكارت ده. يعني مثلا السي او الكارت بتاعه هيبقى مختلف شوية عن الايجنت اللي شغال في الشركة وهكذا، والترتيب بتاعهم كمان. فهنلينك ده دايناميكلي كده، ونستخدم الداتا اتريبيوتس عشان نطلع الكونتنت ده. بس ده في فيديو تاني مش في الفيديو ده. طيب انا مبدئيا كده هعمل الديزاين زي اللي في فيجما. هاخد منه شوية حاجات عشان ابتدي اعمل الديزاين عندي في بريكس. طيب اول حاجة انا هدخل على الداشبورد في الووردبريس، وابتدي اعمل صفحة جديدة. انا اوريدي عامل صفحة اسمها كاستم تابس. هفتح ده edit في بريكس. خلوني اوريكم نبذة سريعة كده عن الاوتوماتيك سي اس اس هو عامل ازاي. ده البلugin هنا اهو.
وانا اعمل له اكتيفيت على الويب سايت. بقدر من خلاله ان انا اتحكم في الويب سايت دايمنشنز، البريك بوينتس بتاعتي. اقدر ان انا اظبط التايبوجرافي، الفونت كام على الموبايل وكام على الديسكتوب، ويبتدي ان هو يخليه فلويد ما بين الشاشات، ما يعملش الجامب زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو بتاع الفلويد فونت. عندي الالوان في الكالر باليتس. البرايمري بحطه هنا وبيبتدي يديني الجريدينت بتاعه. وباخد كمان الشيدز وباخد الترانسبيرنسيز، وكل الكلام ده بيطلع اوتوماتيك من لون واحد انا بحطه. برايمري في اكسنت، اقدر افعل اي حاجة من دول واستخدمها في بريكس. خلوني اوريكم حاجة كده. مثلا لو احنا خلينا نقفل ده، لو حطيت سيكشن مثلا وقلت ان انا عايز اغير الباك جراوند، هنا بدل ما انا هدوس كده واختار الوان من هنا، انا ممكن ادوس رايت كليك، يبتدي يطلع لي كل الالوان اللي هو حطها لي من اللون البرايمري اللي انا عملته. طيب لو انا عايز ترانسبيرنسي، ممكن كمان ادوس على كوماند ويبتدي يديني الترانسبيرنسيز بتاعت اللون ده. فمفيد جدا، بيسرع وقت، بيخليك تنجز في الديفلوبمنت، ما بتفكرش كتير بقى في الحاجات بتاعت السايزنج والحاجات دي كلها. لا، انت عملت السيت اب مرة واحدة وخلاص، انت مفوكس بس على الديفلوبمنت اللي انت بتعمله. طيب خلينا بقى نيجي لموضوع التابس. ازاي هنعمل التابس؟ خلينا اول حاجة نعمل الديزاين اللي عندنا في الفيجما، اللي هو 3 كروت فيهم ايكون وهيدر وتكست عادي وفيهم سهم. تمام. هنشوف ازاي نقدر نعمل دول الاول. اول حاجة انا عندي السكشن والكونتينر بتوعي. فبعد الكونتينر، لو خدت بالي هنا، لازم تخطط كويس للكونتنت قبل ما تعمله. ليه؟ لان احنا دلوقتي لما هنشوف في التليفون، زي ما احنا اتفقنا، الجزء ده ثابت، الكونتنت ده ثابت، لكن ده متحرك. لازم يبقى فيه رابر، اللي هو هيبقى ديف او بلوك، لازم يكون بيراب الكونتنت ده او الكروت دي، عشان اقدر ان انا اتحكم فيها لوحدها واتحكم في الكونتنت لوحده. تمام. فالمفروض ان احنا نخلي بالنا من حاجة زي دي. فيبقى انا عندي هنا الكروت لازم تبقى في بلوك، والكونتنت يبقى في بلوك مختلف. طيب نرجع لبريكس. احنا عندنا الكونتينر بتاعنا، ممكن نعمل تو كونتينرز تحت بعض، او نعمل جوه الكونتينر الرابرز بتوعنا. فخلينا نستخدم جوه الكونتينر ده كذا رابر. نعمل مثلا هنضيف 2 بلوك، وهنسمي ده الكارد رابر، وهنا هنسميه content wrapper. تمام. طيب بالنسبة للكارد رابر ده، احنا محتاجين بقى جواه 3 كروت. يبقى هنيجي هنا هنقول ان احنا هنحط كلاس جديد مثلا اسمه كارد رابر، عشان الكارد او التابات دي احنا ممكن نستخدمها في كذا حتة في الويب سايت. فانا مش عايز بقى لما اغير ابتدي في كل صفحة اغير الستايل بتاعها، لا، هو من مكان واحد نغير في كل الصفح، فلازم استخدم الكلاسز. طيب عايزين نستخدم الجريد، هنيجي هنا في الكونتنت وندوس على فليكس هنا ونستخدم الجريد بتاعنا ونبتدي. زي ما قلت لكم هستخدم السي اس اس، فانا هستخدم 3. يبقى هنا عندي 3. اللي مش فاهم الجريد ممكن يرجع للفيديو بتاع الجريد وازاي بنستخدمها. هنا هبتدي احط الكروت بتاعتي، فانا هعمل كارت واحد، وبعد ما اخلصه واخلص فيه كل حاجة هعمل له دوبليكيت بحيث ان هو يظهر الاتنين التانيين. فهنا انا هبتدي احط البلوك، والبلوك ده هسميه الكارد. طيب خلونا نرمي الاليمنتس كده كلها ورا بعض. يعني مثلا انا هنا عندي الكارد عبارة عن، خلينا نطلع هنا الاول، ايكون وفي هيدر وفي تكست عادي وفي سهم، ده لوحده. والجزئية دي كده، يعني احنا لو بصينا هنا كده، ده لوحده فوق. هنا هلاقي ان انا عندي بلوك عامل رابنج للكونتنت اللي تحت كله. بعد كده هلاقيه مقسوم يمين وشمال عشان اقدر ان انا بالفليكس اعمل سبيس بتوين واخلي ده يمين خالص وده شمال خالص. فاحنا هنعمل عندنا جزئيتين.
او هيبقى فليكس، وفي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. فهنرجع في الكارد، هنعمل فيه تو بلوكس اهم تحت بعض. طيب التو بلوكس الاولاني هيكون جواه ايكون، احط الايكون، دي الايكون اهي. الجزء التاني هيكون جواه تو بلوكس، او بلوك بيراب التكست عشان التكست عندي اتنين تحت بعض والايكون يمين. فالايكون ممكن محطهاش في بلوك عادي لو انا مش عايز ازود يعني. فخلينا نحط بلوك ونحط ايكون. يبقى كده الايكون انا عايزها يمين والبلوك شمال. فهبتدي في البلوك ده اغير الستايلنج. بس انا مش هغير اي حاجة دلوقتي غير لما احط الكلاسز بتاعتي عشان يبقى كل حاجة محطوطة على الكلاس. فجوه البلوك ده عندي اتنين تكست هيكونوا تحت بعض. فانا هحط heading كده، وهحط basic text كده. تمام. كده انا خلصت كل الكونتنت اللي موجود عندي. نبتدي بقى نعمل الستايلنج بتاعنا. زي ما قلنا عندنا الايكون دي فوق لوحدها وبقية الكونتنت كله تحت. طيب لو جينا هنا كده، ده الكارد كله. عندي هنا البلوك اللي فوق والبلوك اللي تحت. انا هشتغل دلوقتي على البلوك اللي تحت بحيث ان انا اعمل له الستايلنج. بس زي ما قلنا لازم نحط الكلاسز. الاوتوماتيك سي اس اس بيتيح لي ان انا بدل ما هخش في الكارد هخش هنا احط كلاس، هنا كلاس، هنا كلاس، هنا كلاس، هاخد وقت كتير جدا طبعا. فانا هقف هنا على الكارد وهدوس على بيم واقول له show labels. تمام مظبوطة. آه، كل الحاجات دي الكلاسز اللي هتتحط. كارد بلوك، كارد ايكون، كارد بلوك، كارد بلوك. فهلاقي الكلاسز زي بعضها. فيبقى ده بيقول لي ان انا لازم اعمل رينيمينج للاسامي دي الاول قبل ما احط الكلاسز. يبقى هنا عندي الكارد. على فكرة احنا ممكن نشيل البلوك كده، يعني ملوش لازمة بما ان الايكون دي هتكون فوق. فاحنا ممكن نطلعها كده ونمسح البلوك ده. نحاول نقلل على قد ما نقدر، هي كده كده هتفضل فوق. فيبقى كده هنسمي دي مثلا main icon. وهنا ده هنسميه ال content wrapper. البلوك ده عندي هنسميه ال text wrapper. هنا ال heading، وهنا basic text، أو ممكن نخليه text بس، أو description. والايكون دي هنسميها ال arrow عشان احنا هنحط هنا سهم. تمام. انا كده عملت المسميات بتاعتي. هدوس بقى على البيم، هلاقي ان دلوقتي كل كلاس ليها اسم مختلف. هعمل apply classes، هلاقي هنا عندي كل حاجة فيها الكلاس بتاعها. ادوس على اي كارت كده الاقي الكلاس بتاعته. تمام. يبقى احنا كده ماشيين كويس. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ستايلينج بقى زي ما قلنا للجزئية اللي تحت بتاعة الكارت. فهاجي كده على الكونتنت رابر، اكتف الكلاس بتاعتي، وابتدي اعمل. انا مختار فليكس وبعد كده هعملها هوريزونتال. كده جاب لي الايكون بتاعتي يمين، بس انا عايزها في النص، انا مش عايزها لفوق. فهاجي كده اعمل لها سنتر بحيث ان هي تبقى موجودة هنا. التكست رابر عندي جواه التكست بتاعي ما فيهوش مشاكل. بس انا عايز ما بين الارو والتكست ده ابقى متأكد ان هما دايما هتكون دي في اليمين خالص وده في الشمال خالص. فمش هعملها مش هعملها سنتر، هعملها سبيس بتوين. عشان دايما ممكن يحصل حاجات، ممكن شاشة مختلفة يبتدوا يدخلوا على بعض شوية. فعشان نبقى متأكدين لازم يكون عاملين السبيس بتوين بتاعتنا. بعد كده عايزين نحط لون او باك جراوند للكارت ده عشان نبقى شايفين احنا شغالين فين. فهاجي كده على الكارد، وما تنساش تأكتف الكلاس،
ونحط باك جراوند. الباك جراوند بتاعتي هنا هتبقى وايت. فين الوايت؟ اهو كده. والبوردر راديوس عايزين نعرف البوردر راديوس قد ايه. البوردر راديوس 24. فهاجي هنا كده على ال فين اهي بوردر وشادو بوكس. هفتح البوردر وهحط هنا، بس هخلي دي لينكد الاول كله. احط 24. اداني البوردر راديوس اللي انا عايزه. طيب في مفروض بادنج، يعني في مسافة بين هنا وفوق ويمين وتحت وشمال. المسافة دي 40 بيكسل. طبعا احنا مش هنستخدم بيكسلز، بحيث ان هي هنا هتلاقي المساحة اصغر في الموبايل من على الديسكتوب. زي ما قلنا اوتوماتيك سي اس اس هو هيشيل الحتة دي عننا. فانا في الكارد هنا زي ما انا هاجي على اللاي اوت وهدخل في البادنج. انا عايز استخدم بادنج مثلا ميديوم، بس عايزها all linked. تمام. خلينا نحط شوية من التكست بتاعنا بحيث ان احنا نبقى شايفين الكونتنت الاساسي عامل ازاي. هنا كده هحط الكونتنت ده. انا عارف ان هو dummy text، بس يعني ايه، عشان نبقى شايفين المساحة بتاعتنا عاملة ازاي. المساحة هنا بين التايتل ده والديسكريبشن كبيرة. لو بصينا هنا هنلاقي مساحة اصغر. طيب المساحة قد ايه؟ لو انا دوست كده هلاقي ان المساحة 4 بكسل، بس في لاين هايت. فخلينا يعني بالعين كده ناخدها سريعا عشان برضو ايه وقت الفيديو. فهنيجي على الكونتنت رابر. لأ، ده كله يبقى تكست رابر. ونبتدي نختار برضو الكلاس بتاعتنا. نخش في الستايل. لا، هنرجع في الكونتنت. وبعد كده نختار الرو جاب. الرو جاب هنا 30 بكسل، فانا ممكن اغيرها. اختار حاجة مثلا زي الاكسترا سمول. وبعد كده هنا خلينا نختار الايكونز بتاعتنا سريعا. السهم ده اسمه تشيفرون، موجود في، خلينا نشوف كده اهو. طيب السايز بتاعه كام؟ لو جينا هنا كده بصينا 32. الايكون نفسها 19، فاحنا ممكن نخليه 20 مثلا، هيكون كويس. خلينا نختار الارو. خلينا نجرب السايز دي لو اشتغلت. تمام. تمام شغالة. بس انا برضو زي ما قلنا عايزينه يبقى متماشي مع الموبايل والديسكتوب، فيريسايز لوحده. فانا هختار التايبوجرافي هنا عشان اختار سايز التكست. ميديوم مثلا، صغير قوي. خليها لارج كده، ده كويس. تمام. الايكون الكبيرة بتاعتي اغير برضو الكونتنت. كنت عامل ابلود ل SVG، فانا هختار هنا SVG. لو ما لقيتش عندك SVG في الاوبشنز هنا، يبقى اللي انت المفروض تعمله انك تروح على الداشبورد. خلينا نروح كده على الداشبورد ونروح على بريكس. هتفتح السيتنجز، هتلاقي هنا مكتوب SVG uploads. دي هتكون مقفولة في الاول لو انت لسه اول مرة تنزل بريكس. خليها administrator، يعني الادمنستريتورز بس هما اللي يقدروا يعملوا upload ويستخدموا ال SVG. دي اكتر حاجة سكيور، لانك لو عملت للناس التانية ممكن حد يحط حاجة فيها كود مالوير مثلا او اي حاجة. فمش سكيور. خلي الادمنستريتورز بس هم اللي ليهم الاوبشن ده، وساعتها هتشوف الاوبشن بتاع الاس في جي هنا. هختار كده واختار فايل واختار الايكون دي اهي. وده حجم الايكون بتاعي. طيب انا لو عايز اغيرها هبتدي اغيرها من الويدث والهايت هنا، او عندي كذا اوبشن ان انا اغير منه زي السايز هنا، زي الويدث والهايت هنا. فبتشوف على حسب بقى الصورة. فخلينا كده نشوف الباك جراوند بتاعت الصورة دي عاملة ازاي. هنا في باك جراوند، لو اخترنا دي هنلاقي ان الباك جراوند في بادنج 16 بكسل. احنا ممكن نعمله، وبرضو بتصغر هنا
يعني الايكون هنا كبيرة، الايكون هنا بتصغر، فانا محتاج ان انا اشوف الايكون هنا كام وهنا كام. دي 32، دي هتلاقيها 24. فاحنا هنستخدم آه برضو اوتوماتيك سي اس اس في ان هو يحط لنا حجم الصورة. فخلينا نغير الويدث والهايت بتاعتها من جوه الصورة. هنا عندي هايت وويدث، فانا هستخدم السايزات بتاعت التايبوجرافي. اختار مثلا الاكس لارج، وهنا برضو، بحيث ان هي لما انا اغير الشاشة او حجم الشاشة بتاعي يبتدي يصغر معايا. يعني انا لو اخترت دلوقتي التليفون هلاقي ان حجمها اصغر من حجمها على الديسكتوب. ودي من احلى الحاجات الموجودة في الاوتوماتيك سي اس اس. انا دلوقتي ما شغلتش بالي باي تايبوجرافي، باي سايزز، باي حاجة خالص. انا كل ده انا عامل له، حاطه في السيتنجز اصلا من الاول، وببتدي استخدم وخلاص، ما بفكرش في حاجة. طيب دلوقتي عايزين يعني بيتهيألي لو ادينا بادنج اكبر للكارت هيكون احسن. فلو جينا كده في الستايل، بدل ما هو ميديوم خلينا نعمل له all linked، خليها لارج مثلا. متهيألي كده هتكون احسن. طيب عايزين باك جراوند للايكون. هنعمل ايه؟ هنختار الايكون اهي، وهنروح في الستايل، نقفل اللاي اوت ونخش على الباك جراوند، وبعد كده نختار الباك جراوند كولر. احنا عندنا اللون عامل ازاي؟ تمام، اللون الفاتح ده. فهنختار كده. انا تقريبا عندي اللون اللي هو ده، الالترا لايت، بس هو مش باين دلوقتي عشان مفيش بادنج. فاحنا عايزين نعمل البادنج بتاعنا. هنيجي هنا كده في اللاي اوت، ونحط البادنج بتاعنا اللي هو 16 بيكسل. بس انا برضو مش هستخدم البيكسلز، فخلينا نعمل الاكسترا سمول على كله. طيب لقيت الايكون بتاعتي صغرت جدا عشان انا عملت بادنج وانا مديها سايز معين. فكده انا مش هقدر استخدم الايكون بالحجم ده، لان انا لما اديت بادنج الحجم صغر قوي، فانا مضطر ان انا اكبر الحجم ده شوية. فهرجع تاني على الكونتنت، وادخل على الصورة هنا، وممكن اختار مثلا مقاس اكبر زي الدبل اكس لارج. وهنا برضو خلينا نحط اكس زيادة. كبرت شوية بس مش هو ده الحجم اللي احنا عايزينه، فاحنا ممكن مثلا نستخدم الاكس لارج العادية في 2. اول ما ادوس انتر اوتوماتيك هو هيعمل لي الكالك فانكشن، ودي برضو اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو تاني. بقى عندي variable وعندي calc function، كل ده اوتوماتيك، انا مش بعمل حاجات كتيرة. طيب هنا برضو هنعمل XL في 2. اداني الحجم الكبير قوي ده. اعتقد كده الحجم كبير قوي، فخلينا برضو نصغره شوية يبقى large. وهنا برضو نفس الكلام، هيبقى large. طيب انا عملته في 2.5. شايف ان الحجم ده مناسب معايا. بس محتاجين بقى نديله border radius، فهنيجي على الستايلينج وندخل على البوردر. البوردر بتاعه احنا عايزينه دورية، فخلينا نعمل اكتر حاجة ممكن 50 بكسل مثلا، وده ثابت عادي، ده مش هيتغير معايا. لو جينا هنا كده، تمام، داير. طيب كده احنا عملنا الكارت بتاعنا، وعملنا الشكل بتاعه والايكونز اللي جواه وكل حاجة. احنا دلوقتي محتاجين اخر حاجة نعملها اللي هي الشادو. لو دوسنا على الكارت هنا ونزلنا هنا نلاقي الدروب شادو، الاكس 0، الواي 24، هنا 32. بس اعتقد ده هيكون كتير قوي، بس تعالوا نجربه. هنيجي هنا على الكارت بتاعنا اللي هو الكارد هنا، وهننزل على البوكس شادو 0، 24، 32. السبريد كان 0، وناخد اللون بتاعنا اللي هو اسود 2%. ممكن نعمل كده اسود اهو، نختار
مثلا ده transparency 10% عادي. بس فتمام، ده كده الشادو بتاعنا. كل اللي محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا ندوبليكيت الكارد ده كده اهو، ويطلع لنا واحد تاني ونعمل التالت. وكل اللي هنعمله بس ان احنا هنغير الايتمز اللي جوه ونغير الايكون لو محتاجين نغيرها. وكده بقت جاهزة عندنا. طيب تعالوا نشوف ازاي نخلي ده ظاهر على التليفون بالشكل اللي عندنا في الفيجما فايل. لو جيت دلوقتي على التليفون هنا هلاقيهم التلاتة جنب بعض بشكل بشع، فمحتاجين ان احنا نخلي دول يكونوا جنب بعض. خلينا قبل ما نعمل لهم الستايلينج ده نحط كونتنت تحت الاول، بحيث ان احنا نبقى شايفين هو عامل ازاي، وعشان نتأكد برضو ان هو مش بيتعمل له سكرول. فهرجع تاني على الديسكتوب، هنا عندي في الكونتنت رابر. بدل ما اعمل كونتنت من الاول، انا عندي هنا كونتنت جاهز اهو. اعمل له بس رينيم، هنسميه مثلا آه placeholder content. اعمل rename and copy وهحطه هنا. ماشي سكيب، احنا اوريدي عندنا ده. ودي حاجة زيادة، احنا مش محتاجين اي custom CSS، فهمسح دي. ما تركزوش قوي في الحتة دي، انا بس بجيب كونتنت جاهز بحيث ان ايه ما نقعدش نعمل من الاول. طيب الكونتنت بتاعنا ده انا محتاج ان انا اعمل له زي باك جراوند وايت كده زي الباك جراوند دي. فهاجي كده هنا في الكونتنت رابر، واحط هنا كلاس اسمها content wrapper، ونديها background white. وعايزين برضو نعمل layout، نحط padding. احنا كنا اخر مرة عاملين البادنج medium مثلا، خليه large، وهنخليه على كل السايدز. وبرضو هنديله البوردر راديوس بتاعنا اللي هو كان 24 كل السايدز، بس بحيث ان هو ايه يبقى نفس الشكل. ودي طبعا بادئة من تحت ده، فاحنا كده تمام. طيب ده الكونتنت بتاعي، تعالوا نشوفه على الموبايل. تمام مظبوط. محتاجين بقى نعمل الستايلينج بتاعنا هنا. فوانا على الموبايل هبتدي اعمل الستايلينج للرابر اللي ماسك التلاتة كاردز دول. فهاجي كده، خلينا نقفل دي عشان ما تلخبطناش، ونبتدي نطلع للكارد رابر هنا. ونتأكد برضو ان احنا قايسين على الكلاس عشان نحط كل حاجة جواها. هنروح على الكونتنت. طبعا هنا انا مش هستخدم جريد، لازم استخدم فليكس. فهروح اعمل فليكس، وهقول له ان انا عايزه هوريزونتال مش فيرتيكال زي ما احنا شايفين. دي المشكلة اللي كنت بقول لكم عليها، ان في العادي هلاقي التابس تحت بعضها وبعدين الكونتنت. فانا محتاج اطلع فوق خالص ادوس على التاب ده، وبعدين انزل اشوف الكونتنت، اطلع فوق ادوس على التاب ده، وبعدين انزل اشوف الكونتنت، اللي هو مش مريحة خالص. فانا هنا عندي راب، انا مش عايزه يراب، انا عايزه نو راب، بحيث ان هما يبقوا جنب بعض في الهوريزونتال. لو هي اتعملت راب زي ما كانت هلاقيهم ما فرقش في حاجة، انا قايل له هوريزونتال بس مفيش مكان، فهيعملهم لي تحت بعض. فاقول له لا انا مش عايز راب، عايزه نو راب. فهيرجعوا تاني كده زي ما كانوا في الجريد. دلوقتي اللي انا عايز اعمله ان انا اخلي كل كارت من الكروت دي حجم الشاشة بتاعة الموبايل كلها. فانا ما عنديش مشكلة ان هم يخرجوا حاليا من الشاشة، بس محتاجين السايز اللي اتفقنا عليه ان هو يبقى الكارت ماسك الشاشة من اولها لاخرها. فهنروح على الكروت، ده كارد نمبر 1 بالكلاس متفعلة. بعد كده هروح على الستايل، اللاي اوت، الويتس بتاعه انا محتاجه 100%. وهرجع كده، عندي الفليكس شرينك 1، انا مش عايزه يعمل شرينك خالص، انا عايزه ياخد المساحة بتاعته كاملة، فهخلي دي 0. لقيت ان الكارت بتاعي ملا الشاشة 100% زي ما انا عايزها بالظبط. طيب احنا المفروض عايزين نخلي الكارت التاني اللي بعده ظاهر منه حتة، فمش هينفع اخلي ده 100%، فهقللها شوية. لو رجعت هنا على الستايل
خليها مثلا 90%، 80%، ممكن 85% هتبقى كويسة. أنا شايف دي كده مناسبة دلوقتي. شكله حلو، بس لو بصينا تحت هنا هتلاقي، شايف الحتة دي؟ خليني كده أفتح الماوس ثانية واحدة. الماوس بتاعي اهو، شايفين الجزئية دي؟ بتحرك في الشاشة، أنا الشاشة كلها بتتحرك. ده غلط، المفروض إن ما يبقاش فيه البار ده. فأنا عايز أعمل إيه بقى؟ هنا هستخدم جزئية الأوفرفلو. فأنا لو جيت هنا على الرابر ده، الأوفرفلو بتعمل إيه؟ بيقول له إن أي حاجة، شايفين الرابر، شايفين يعني المستطيل ده اللي هو حدوده أهي، بيقول له ان اي حاجة تخرج بره المستطيل ده او بره البلوك ده ما تبقاش ظاهرة، مش هتظهر لأي حد. فاحنا اخترنا الكارد رابر، وهنيجي هنا على الستايل في اللاي اوت، ننزل لحد ما نلاقي الاوفر فلو اهي، هي معمولة فيزيبل، فانا هعملها هيدن. هلاقيه ان هو اختفى خالص. تمام، حلو جدا. بس الاوفر فلو الهيدن، هل هي هتعمل اللي انا عايزه؟ تعالوا نجرب. نعمل سيف كده ونفتح الصفحة بتاعتنا نجرب فيها. اعمل انسبكت وخليه موبايل فيو اهو. انا كده لما اجي اشد مش بيتشد، الصفحة كلها بتتشد بس هو مفيش حاجة. طيب يبقى الاوفر فلو هيدن، هو هيخفيها بس انا مش هقدر اتحكم في السكرول بتاعها. فلو جينا هنا كده وقلنا CSS overflow وفتحنا الاوفر فلو عشان نشوف ايه الحاجات اللي موجودة عندي. عندي visible، عندي hidden، عندي scroll، عندي auto. طيب السكرول بيقول لي ان هي هتعمل لي السكرول بار، وهتخلي السكرول بارز ظاهرين. فلو انا عملت سكرول هلاقي سكرول بار بالطول وسكرول بار بالعرض. انا مش محتاج كل ده، انا مش محتاج اصلا سكرول بارز. فانا هعمل اوتو. تمام. وهي هتحط السكرول بار مكتوب اهو when it's necessary. طيب هي كده كده هتحط سكرول بار، بس احنا محتاجين نشيله، فهنعمل ايه؟ تعالوا بس الاول نحط الاوتو ونشوف هي هتعمل ايه. فلو جينا هنا بدل الهيدن عملنا اوتو وعملنا سيف، هنروح كده على الصفحة بتاعتنا، هنلاقي هنا بقى في بار هنا. فلما هعمل سكرول تمام بتسكرول حلو، بس انا مش عايز البار ده ظاهر. يبقى هعمل ايه؟ هستخدم برضو CSS بحيث ان انا اشيل البار اللي ظاهر ده. فلو رجعت هنا وقلت مثلا hide scroll bar CSS، هفتح كده، هيبتدي يقول لي ازاي هايد السكرول بار. طبعا هنا اول واحده بيقول لي اعمل الاوفرفلو هيدن، يعني ذكاء جدا، بس انا بالهيدن انا مش هعرف اعمل سكرول. طيب هنا بيقول لك في الاكس وفي الواي، اكس وواي اللي هما الفيرتيكال والهوريزونتال. طيب برضو انا مش عايز هايد، عشان الهايد آه هتشيل السكرول بار وهتشيل الفانكشناليتي. لو نزلت تحت شوية بيقول لك hide السكرول بار but keep الفانكشناليتي، يعني انا هخلي السكرول شغال بس هشيل السكرول بار. طبعا هنا انا عندي الويب كيت سكرول بار دي بتشتغل على كروم وسفاري واوبرا. عندي اللي تحت ده اللي هو MS Overflow Style ده بيشتغل على الانترنت اكسبلورر، ايدج، وفايرفوكس. فاللي انا محتاجه ان انا اخد الاتنين، لان انا معرفش اليوزر بتاعي هيشتغل على انهي براوزر. هاخد دي كلها كده كوبي، وهروح على الويب سايت بتاعي وهحطها في كاستم CSS. انا واقف على الرابر هنا، فخلينا نقفل اللاي اوت وننزل على CSS ونحطه زي ما هو اهو. طبعا هنا انا ما عنديش example، انا عندي المفروض ان انا اكتب روت في Elementor. مثلا بتكتب selector، هنا في بريكس بتكتب روت. يعني لو مسحنا دي خالص هتلاقيها هي حتى مكتوب بيقول لك تكتب روت وبعد كده الكود بتاعك. روت معناها ان انا هسلكت الكارد ده، بعد كده لو في حاجة جوه الكارد اقدر اسلكتها بعد الروت. فخلينا نعمل تاني paste للكود بتاعنا. هنا
هعمل الروت بتاعي اهو، وهنا برضو هشيل دي وهكتب روت. بس كده. تعالوا نعمل سيف ونشوف ايه اللي حصل. كده سيفد، البار اتشال وبتسكرول زي ما هي، يبقى كده كويس. انا عندي مشكلة هنا، انا شايف الشادو مقطوع لان الرابر مقفول عليها بالظبط، فخلينا نديها شوية بادنج كده. لو جينا برضو على الرابر هنا وطلعنا فوق، خلينا نحط بادنج بس فوق وتحت مش يمين وشمال. فهنختار هنا opposite ونقول فوق وتحت. آم، انا شايف مثلا السمول كويس بحيث ان الشادو يبان. سيف، شوف شكلها برضو مش احسن حاجة، الشادو جامد قوي. فانا يا اما اقلل الشادو ده، يا اما اكبر البادنج. فخلينا نقلل الشادو ده شوية عشان هو مزعج الصراحة. هاجي هنا كده في الكارد وخلينا نشوف الشادو. مفيش حاجة هنا لأن الشادو أصلا المفروض محطوط على الديسكتوب، فخلينا نرجع على الديسكتوب أهو. خلينا بقى نقلله شوية. وده كمان يكون حاجة بسيطة خالص كده. تمام، خلينا نجرب كده. تمام، الشادو قل شوية بس محتاجين نزود البادنج حبة كمان. فهنيجي هنا في الموبايل ونكبر الرابر شوية، نخليه بدل سمول خليه لارج. بس اعتقد كده هيبقى كويس. كده كده الحتة دي انا عارف شكلها مقطوع شوية، بس احنا مش هنسيب الكروت كده، احنا هنفتح اليمين والشمال بحيث ان الكارت يبقى طالع من الشاشة من هنا وداخل في الشاشة من هنا. طيب هنعمل كده ازاي بقى؟ هنرجع عندنا هنا تاني ونرجع على الموبايل. هنيجي على الكارد رابر، هنلاقيه المفروض ان المساحة دي فاضية عشان ده البادنج بتاعنا اللي موجود على الموبايل زي الحتة دي، بس احنا عايزين نفتحها. طيب عشان نفتحها الكونتينر نفسه هو اللي متحكم في الجزئية دي، والسكشن نفسه جواه بادنج عشان يظبط الحتة دي. وبالنسبة للكونتينر لسه ما حطيناش اي كلاسز، فهحط كلاس اسميها مثلا كارد كونتينر، وده هنسميه كارد سيكشن. هنيجي هنا في الكونتينر هنفعل دي، وهنروح في اللاي اوت، الويتس بتاعنا هنخليه 100%. ما عملش حاجة، يبقى المشكلة كده فين؟ ان في بادنج موجود في السكشن. يبقى انا لو رحت على السكشن افعل دي برضو، هلاقي هنا ان هو في ارقام، يعني في بادنج موجود. ده الويتس بتاع الويب سايت محدد لي الجزئية دي بحيث ان ما يبقاش الكونتنت لازق في الشاشة من على الاحراف. فانا بالنسبة لي عايز يمين وشمال يكونوا زيرو كده، بحيث ان الكارت يبقى لامس هنا ولامس هنا، الكروت بتفتح من هنا لهنا. بس دلوقتي ده كمان اتعمل بقى لامس الشاشة، فانا محتاج اديله البوردر تاني او البادنج تاني عشان يرجع زي ما كان. عشان كده احنا في الجزئية دي عملنا content wrapper و card wrapper، بحيث ان هنا ده هيبقى 100% زي ما هو، بس ال content wrapper انا اقدر اتحكم فيه واديله البادنج بتاعي. فانا هاجي هنا هعمل margin عشان البادنج ده من جوه الكارت، فهعمل margin وهقول له ان انا عايز احط gutter. دي المفروض يمين وشمال مش فوق وتحت. الجتر ده يا جماعة اللي هو
مساحة اليمين والشمال. فبعد ما عملت الجتر يمين وشمال اللي هو برضو مظبوطة في اوتوماتيك سي اس اس ان هو يعملها لي، الكارت بقى داخل في اليمين كده، بقى لامس الشاشة وداخل جواها كمان. فانا محتاج اقوله ان الويتس بتاعه مفروض يكون فيت الكونتنت، ان هو ما يخرجليش بره الشاشة. وهرجع بقى هنا عشان ابتدي استايل تاني الكروت بتاعتي. انا الكارت بتاعي عايزه يخش في الشاشة وانا بعمل سكرول، بس مش عايزه يبدأ وهو لامس الشاشة، عايز يبقى فيه بادنج الاول. فهاجي كده على الرابر وهحط بادنج يمين وشمال. اليمين وشمال هو الجتر برضو، هي نفس المسافة بتاعة الكونتنت والشاشة اللي هو الجزئية دي. فهعمل كده، اقول له برضو opposite، احط هنا جتر يمين وشمال. طيب البادنج ليه ما اثرش هنا؟ لان البادنج اثر في الاخر، في اخر البلوك ده خالص اللي هو اخر الثلاث كروت. فلو احنا عملنا سيف دلوقتي ورحنا هنا، هلاقي ان الكارت بادئ بالمسافة بتاعتي اللي هو شكلها كويس، وبسكرول ويخلص ويبقى فيه برضو مسافة اليمين اللي هو الشكل الطبيعي اللي المفروض يحصل. فما بقاش لازق في الشاشة، وفي نفس الوقت هو بيسكرول يمين وشمال زي ما احنا شايفين كده. طيب هنرجع تاني للبيلدر بتاعنا، ودلوقتي هندخل في الانتراكشنز، بحيث ان انا عايز لما ادوس على الكارت يفتح الاليمنت اللي تحتيه، وفي نفس الوقت يديني الوان مختلفة عن الالوان اللي موجودة دلوقتي. هنرجع بقى هنا على الديسكتوب عندنا زي ما كنا، وعايزين نحط الستايلينج بتاع الكارت لما هيتداس عليه. فالستايلينج ده تعالوا نشوف كده هنحطه ازاي. خلينا نختار كارت من الكروت دي، وهننزل هنا في الستايل على attributes، وهحط attribute هنا هسميه active. الاكتف ده هو اللي هيقول ان الكارت ده اكتف، فاديله الالوان اللي هنعملها. هنرجع هنا في الرابر، لان انا الكود اللي هكتبه هيمشي على الثلاث كروت، فمش معقول ان انا احطه في الثلاث كروت، لا هحطه في الرابر ويبتدي يسلكت الثلاث كروت. طيب انا دخلت هنا في الرابر في الستايل في السي اس اس، هفتحه وابتدي اكتب الكود بتاعي. هعمل روت. انا عايز اسلكت الكارت اللي عليه الاتريبيوت اللي احنا حطيناه. عشان نسلكت الاتريبيوت هو زي كلاسز زي الاي ديز، بس احنا هنستخدم السكوير براكتس. هو كان اسمه ايه؟ اسمه active. طيب الاكتف ده خلينا عشان نعمل تيست هنكتب background color red مثلا. هنا مادام الاتريبيوت هنا لازق على طول في السلكتور اللي قبله، يبقى المفروض ان انا بسلكت الاتريبيوت اللي على الكارت. فهل الاتريبيوت بتاعي على الرابر؟ هو مش على الرابر، فلازم اعمل سبيس، احط سبيس. طيب الاتريبيوت بتاعي فين جوه الرابر؟ على ايه بالظبط؟ فانا هنا لو جينا على الكارد كده هلاقي ان الكلاس بتاعته كارد. هكتب هنا دوت كارد، لقيت ان اللون اتغير زي ما انا عامل. طيب لو انا غيرت بقى الاتريبيوت من اكتف من ده لده لده، هلاقي الالوان بتتغير معايا. تعالوا نحط الكود بتاعنا كله. يعني انا همسح ده كده، وهبتدي احط الالوان اللي عندي في الفايل بتاع الفيجما. ننزل تحت، هنا عندي اللون البرايمري بس ده جريدينت، فواخد من البرايمري للون التاني ده. والباك جراوند بتاعت الايكون بقى لونها ابيض، التكست بقى لونه ابيض، والسهم لونه ابيض. فتعالوا بقى نعمل كل الكلام الحلو ده. هنرجع هنا على البيلدر، وهقول خلي بالنا ان احنا دلوقتي في الكارد رابر، فاي حاجة عايزين نعمل لها سيلكت هتكون عن طريق الكلاسز اللي موجودة على الاليمنتس دي. فاول حاجة انا محتاج اعملها ان انا اخلي الباك جراوند دي تتغير
اول ما الكارت يتداس عليه اللي هو احنا محتاجين اللون الجريدينت بتاعنا. لو فتحنا هنا كده تاب جديد وقلنا CSS gradient هيفتح لنا ده، ونشوف الجريدينت بيتعمل ازاي. هلاقي هنا الباك جراوند ايمج linear gradient، وابتدي اكتب الكالرز بتاعتي. هنا عندنا linear gradient ده اللي احنا عايزينه، بس احنا عايزين الروتيشن بتاعه، يعني احنا عايزينه كام degrees. فممكن ننزل تحت شوية كده هنلاقي عندنا الانجل. هنا الانجل دي هتدينا الاوبشن ان احنا نكتب مثلا 90 درجة او هكذا، بدل ما احنا بنعمل to bottom to right to left وهكذا. لا، انا بفضل الجزئية دي، فيبقى دي اللي احنا هنستخدمها. فهنحط الكود بتاعنا هنا paste. الباك جراوند ايمج هو linear gradient، الانجل بتاعنا احنا عايزينه 90 degree، يبقى 90 degrees. الكالر بتاعنا انا عندي الكالر اول واحد اللي هو البرايمري، وبعد كده الاكسنت ماشيين جريدينت مع بعض، فانا هعملهم variable. برايمري الاول، واللون التاني هيكون الاكسنت. فهيطلع بالشكل ده. تاني حاجة عايزينها الباك جراوند بتاع الايكون نفسها. فالايكون لو انا فتحت هنا كده هلاقي الايكون هي دي، وده الكلاس بتاعها. فانا هاخد الكلاس ده وهعمله سيلكتور عشان اسلكت الايكون دي. فهرجع للرابر، خلينا نستخدم نفس السيلكتور ده كده ونعدل عليه. الكارد اكتف، بعد كده اتاكد ان في مسافة دوت كان اسمها كارد مين ايكون. بعد كده هنستخدم الباك جراوند color، وهنقول ان اللون هيكون وايت. طيب هي لونها دلوقتي بقى ابيض، عايزين نخلي التكست كمان والسهم كله يبقى لونه ابيض. فهنا مش هينفع احطه زيادة مع هنا عشان ده باك جراوند color، احنا عايزين color بس. فهنعمل واحدة تانية ونقول ان احنا هنسلكت الكونتنت رابر ده كله. فيبقى card دوت card اسمه content wrapper، وهنقول ان الcolor لونه white. كله بقى لونه ابيض لان انا عملت سيلكت للبيرنت اللي هو جواه كل الحاجات اللي انا عايزها، فكله خد اللون الابيض. الحاجة الاخيرة ان انا عايز مادام ده سيلكتد ان انا اخلي السهم ده باصص لفوق، وده هيكون الروتيشن. لو فتحت هنا وعملت CSS rotation وجيت على rotate property هنلاقي ان في rotate 30 degrees. انا دلوقتي مش هنستخدم في الفيديو ده قوي الانيميشن ان هو يلف بالراحة كده وكده، لا هو هيروتيت على طول اون سبوت. فخلينا ناخد دي بس حاليا. فهنرجع هنا هنقول عايزين نسلكت الشيفرون اللي هو الارو. الارو ده موجود في الكونتنت، تعال نشوف الكلاس بتاعته كارد ارو. نرجع هنا تاني نحط ده. بعد كده عندنا دوت كارد underscore arrow rotate. هي كانت عاملة ازاي اهي روتيت. بعد كده هنكتب الديجريز اللي احنا عايزينها. فنرجع هنا 180 degrees، فبقى السهم باصص لفوق كده. تمام، تعالوا نجرب بقى ان انا لو شلت الاتريبيوت دي من على الكارد ده وحطيتها على كارد تاني ايه اللي هيحصل. هنخش على الكارد ده، خلينا نقفل السي اس اس دي عشان توسع شوية. الكارد ده عليه اتريبيوت الاكتف، همسحها رجع عادي. لو نزلت على اللي بعده رحت عامل اتريبيوت برضو زي اللي انا كنت عاملها اسمها active
خد نفس الستايل اللي انا كنت عامله في الاولاني. عايزين بقى نستخدم الانتراكشنز عشان نحط الاتريبيوتس دي اوتوماتيك على الكارت اللي هيتداس عليه. نعمل ايه بقى؟ خلينا نشيل دي خالص دلوقتي، ونيجي في اول كارت. اول كارت ده هنيجي عليه، احنا مختارين برضو الكلاس بتاعتنا، وهنفتح الانتراكشنز. نطلع فوق خالص كده ونيجي على interactions اهي، وهعمل interaction جديدة. الانتراكشن انا عايز ايه التريجر بتاعها؟ عايزه كليك، عايزه لما يداس كليك بالماوس. الاكشن بتاعها هو ان انا اعمل set attribute او remove attribute او toggle attribute. خلينا نعمل toggle اللي هو لو هو موجود يشيله، لو هو متشال يحطه. فخلينا نختار toggle attribute، والكي هنقول ان هو active. آه التارجت هو سيلف، يعني هو هيتابلاي على المكان اللي هدوس عليه اللي هو الكارت. تعالوا كده نجرب لو عملنا سيف ايه اللي هيحصل. نيجي هنا، خلينا نقفل بقى الموبايل ده ونشوف. كده اشتغل، كده اتشال، كده اشتغل، كده اتشال، وكل الكروت. بس طبعا انا مش عايز كل الكروت تشتغل مع بعضها، فهو ده ينفع حلو جدا ان هو توجل شغال كويس، بس انا اقدر افعل كذا كارت مع بعض. انا مش عايز كده، عايز واحد بس. فهرجع واقول بقى كذا اوبشن. اول اوبشن ان انا مش هعمل توجل، لا انا هشيل كل الاكتف من على كل الكاردز. فانا هاجي كده واقول remove attribute. الاتريبيوت ايه هي؟ هي الاكتف، هشيلها من على اي كارت موجودة عليه. طيب التارجت مش هيبقى سيلف بقى، هنخليها سي اس اس سيلكتور. والسيلكتور ده اللي هو الكاردز دي كلها، اللي هو كان ايه؟ خلينا نرجع كده نقفل دي كارد. هناخد السيلكتور ده، هنفتح كده ونحط السيلكتور بتاعنا اللي هو دوت كارد. فيبقى كده انا اول ما ادوس اول حاجه هتحصل هشيل كل الاكتف، يبقى كل الكروت دي او كل التابس دي مش هتبقى اكتف. بعد كده نأكتف اللي احنا دوسنا عليه، يبقى هنحط بلس تارجت كليك اكشن set attribute، لان احنا شلنا خلاص مش هيبقى فيه توجل. الكي اكتف. التارجت سيلف، يبقى انا شلت من على كله، بس لما هاجي اكتف هاكتف على السيلف اللي هو الكارت اللي اتداس عليه. تعالوا كده نسيف ونشوف ايه اللي هيحصل. هنروح على الصفحة بتاعتنا. تمام، تمام، كده شغالة كويس. بعد كده عايز ان كل واحدة فيهم او كل تاب فيهم يفتح كونتنت تحت، يعني الكونتنت ده يبقى مختلف. هنعمل كده ازاي؟ تعالوا نرجع على التابس بتاعتنا ونيجي على الكونتنت بتاعنا. انا عايز كام كونتنت؟ عايز 3، واحد لكل تاب. انا هنا حطيت صورة بحيث ان احنا لما هنعمل دوبليكت لده هنغير الصور بتاعته، بحيث ان احنا نشوف التغيير في الصور لما ندوس على التابس المختلفة. بالنسبة للكونتنت برضو احنا محتاجين نغير الرقم ده. خلينا نغيره سريعا، ده رقم 2 وده رقم 3. هنا انا عندي two options. انا ممكن اخلي اول تاب يكون active ودي تكون active، وبعد كده بناء على التابس اللي هتداس اغيرها، او اول ما البيج تلود ما يكونش فيه اي حاجة خالص active ويكونوا آه كلهم مختفيين. ده اللي هنعمله دلوقتي، ان احنا نكون خافيين كل حاجة. فاحنا لو جينا في الكونتنت رابر هنا عملنا له دوبليكت، لان احنا هنخفي دي خالص. فاحنا محتاجين كل واحدة يكون فيها الباك جراوند بتاعها. فهعمل دوبليكت للكونتنت رابر كده، وهغير الايمج في كل واحدة منهم، ونغير هنا كمان. بس كده. فدلوقتي احنا محتاجين نخفي كل الكروت ديت ال3 ويظهروا لما ندوس على التابس. فهسلكت اي واحد فيهم، وبدل display flex هخليها display none، واخفيهم كلهم.
طيب دلوقتي المفروض ان كل كارت من دول او كل تاب من دول يظهر لي الكونتنت الخاص بيه. فالحاجة اللي انا هعملها دلوقتي هي ان انا هطلع في الكارد رابر هنا، او في الكونتينر بقى اللي هو فيه كل حاجة، وهكتب كود CSS صغير في الستايل. ادخل على CSS. تمام، ده انا كنت كاتبه هنا. الروت active content display flex، انا كنت لسه لاغي الفليكس دلوقتي وعملته display none، فهكتب تاني display flex بحيث ان اي حاجة تاخد الاكتف content تظهر تاني. بس ممكن يعمل لنا مشكلة لان احنا كاتبين display flex فممكن يتعارض. فهنخلي الحتة دي important بحيث ان هو override ال current status مثلا بتاعت ال content ده. هنرجع تاني هنا نشوف الكاردز بتاعتنا، المفروض ان كله none. تمام، هرجع بقى للكارد. انا دلوقتي عايز احط الاكشنز او الانتراكشنز بتاعتي، فهندخل على الانتراكشنز هنا. عندي الانتراكشنز اللي لسه عاملينها بتاعت الالوان. الانتراكشنز التانية بقى اللي احنا محتاجين نأكتف بيها الكونتنت لازم تكون واحنا قافلين الكلاس، لان احنا محتاجين نفتح ونقفل الكونتنت بكل كارد بكونتنت مختلف. فهشيل كده الكلاس وهدخل على الانتراكشن بتاعت اول كارد، واقول اول حاجة ان انا محتاج اريموف اون كليك اريموف الاتريبيوت. الكي بتاعه هو active content. التارجت هما كلهم، انا هسلكت CSS وهقول اللي هما دول الكونتنت رابر. الكونتنت رابر ده الكلاس بتاعته كونتنت داش رابر. فانا هرجع هنا في الكارد وادخل هنا واقول كونتنت داش رابر. طيب الحاجة التانية بعد ما انا عملت ريموف لكله ان انا هاكتف كارت واحد بس. الكارت الواحد ده هو، خلينا نختار كده set attribute ونقول active content CSS selector. برضو الكارت ده هو الكارت الاولاني اللي هو لو قفلنا ده كده وقفلنا ده هنلاقي الاي دي بتاعنا اهو. هكوبي الاي دي ده وهرجع على الكارت واحط الاي دي بتاعه هنا. تمام، تعالوا كده نجرب. اعمل سيف وهروح على التاب ده واشوف الانتراكشن بتاعي تمام شغال، بس احنا فتحنا اول واحد بس، فانا هلاقي واحد بس هو اللي مفتوح. هنعمل نفس البروسيس على الكارتين التانيين وهيبقى عندنا الكروت كلها اكتف. هندوس كده، هنشيل من الكارد ده الاول بحيث ان احنا نبقى على الاي دي، ونفس الكلام كليك هريموف active content، ومن هنا هختار السلكتور واقول ان انا هشيلها من على كل الكونتنت رابرز، يبقى دوت content wrapper. والحاجة التانية هي select برضو on click. هحط بقى الاتريبيوت الكي active content CSS selector واخد الاي دي بتاع الكارت التاني. هحطه هنا كده paste وسيف واجرب. ده فتح لي الكونتنت الاول، ده فتح لي الكونتنت التاني، واقدر اغير ما بينهم. نعمل التالت سريعا. هوقف الفيديو واعمل التالت ونكمل كده. انا خلصت اخر واحد وعملت سيف اهو، وكده كل التابات شغالة. نشوفها على الموبايل، انسبكت، نعملها موبايل. التابة دي شغالة، يعني انا لو نزلت تحت كده مفيش سكرول هنا تمام زي ما انا عايز، بس في سكرول هنا. لو فتحت التالتة، لو فتحت التانية كده كله تمام
وكله responsive مع كل الشاشات. كده احنا خلصنا جزئية التابات وتعلمنا كل النقط اللي احنا جايين عشانها، اللي احنا نعمل تابس من سكراتش، ونتعلم الانتراكشنز والاتريبيوتس والاوفرفلو عملناه، وشفنا الاوتوماتيك سي اس اس فريم ورك. طبعا ده ممكن نعمل له فيديو لوحده ازاي نستخدمه والحاجات دي كلها، وزي ما شفنا بيسرع كل البروسيس بتاعتنا وبيخلينيش افكر في السبيسز والفلويد فونت والفلويد سبيسز، وبيساعدني جدا 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 ان انا اعمل الريسبونسيف ديزاين بتاعي بكل سهولة. احنا شفنا انا ما عملتش يعني، يعتبر ما عملتش اي حاجة في الريسبونسيف بتاع الموبايل غير الحتة بتاعت السكرول هوريزونتال دي، لكن اي حاجة تانية كانت بتتعمل معايا اوتوماتيك. الحاجات بتصغر، الفونت بيصغر على الموبايل، مش بحتاج ان انا اغير كل الحاجات دي. فالفيديو ده كان شرح تفصيلي شوية. انا عارف ان هو تقيل، هو تعبني انا شخصيا وانا بصوره، بس الفيديو فيه كمية معلومات كتيرة، وهيساعدكم ان انتوا تطلعوا الافكار اللي عندكم وتقدروا ان انتوا تعملوها بحاجات من from scratch. يعني انا عارف التابس موجودة في بريكس وبتدي flexibility كويسة ان انت تغير فيها، بس احنا لو عوزنا نعمل حاجة زي ان احنا نغير فونت الكالر بتاع التكست عن الهيدر، يعني عن الكالر بتاع الديسكريبشن، عن الكالر بتاع الارو، الحاجات دي مش متاحة. انت دلوقتي تقدر ان انت عملت تابس تقدر تحط اي كونتنت جوه التابس دي. يعني انت مش محكوم بتكست، مش محكوم بحاجة معينة، لا انت ممكن تحط اي حاجة وممكن تعمل اي ديزاين انت عايزه. فاتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد، واشوفكم في فيديو جديد.